التسجيل والمتابعة لعثمان الودنوني وأنور أفغاني. ليل حالك مر على المكناسيين بأرضية الملعب الشرفي. طال انتظار فريق عانى الكثير، لم تنصفه عديد محاولات ضبط الصفوف. القودم كان الأقرب إلى شباك اتحاد تمارا. هشام الإدريسي واجه فريق الأمس وهو الذي يسعى لإعادة المكناسيين إلى بر الأمان. الضيوف لم يقدموا عرضا جيدا ومحاولات على قلتها. ساعة مكناس لم تنصف أبنائها في عقر المدينة. الفريق الإسماعيلي الساعي لضبط الصفوف وتضميد الجراح يعول هذا الموسم على تحقيق الصعود. تمارا المتألق العام الماضي سعى بقوة لتحقيق فوز خارج القواعد دون جدوى. ينتهي الشوط الأول بياضا 0 لمثله. النادي المكناسي كان الأقرب للتسجيل وهو الذي يعاني مشاكل تسيير. بغينا تسيير عقلاني، بغينا تسيير احترافي، بغينا هذا النادي نطلعوا به، نرجعوا النادي المكناسي المقام اللي كيستحقه هي القسم الاول. ما بقاوش دوامات ديال المشاكل، دوامات المشاكل دائما. انا كنطلب كل غيروا على النادي المكناسي. راه طاوله الحوار مفتوحه، والحوار واحسن وسيله كما كيقولوا الديمقراطيه. انا مد يدي لاي واحد يجي يعاوننا في هذا المكسب مرحبا به، ولكن بعيد عن المناوشات لا رياضيه. أي حظ عثر رافق المكناسيين خلال الجولة الثانية. عديد المحاولات لم تصل شباك التماريين. التمريرة هنا مرفوعة رائعة، الرأسية أروع، لكن حكم المباراة يعلن تسلل وهدف مرفوض للمكناسيين. اتحاد تمارا لم يصل كثيرا إلى مساحة صاحب الأرض. النادي المكناسي إنصافا لعب مباراة جيدة لكنه لم يسجل في محاولات كثيرة. آخر أنفاس المباراة لم تأتي بجديد لتنتهي بدون أهداف. هو الحمد لله راك شتي المقابله على عينيك، يعني الفريق ديال اتحاد تمارا كامل تراجع لنا للخلف ودرنا بزاف ديال لوكازيون، والحمد لله ما تفتحش لنا المجال باش نسجلوا. سجلنا هدف اللي تيبان لي انه مشروع، ما فيش زعما شي لورجو. هذا قرار تيبقى للحكم، وان شاء الله باقي الماتشات القدام ومازال البطوله مشوار طويل. انا الحمد لله حنا صامدين كل لونطرمون كنتبعوه مع السي المدرب، وحنا جينا عازمين بنفس الحق واحد النتيجه ايجابيه، والحمد لله حققنا تعادل امام اتحاد امام نادي المكناسي لفريق عارق. حتى هو تنقول تبارك الله عليك في هذا النهار. المباراة لم تنصف المحليين رغم عديد المحاولات. اتحاد تمارا كان محظوظا وعاد بتعادل ثمين خارج قواعده. مرحلة جديدة يسعى المكناسيون لضبطها وهم الطامحون للعودة إلى الأضواء. يعني في ثواني هشام، يعني كيفاش تشتي المجريات ديال هذا اللقاء، خصوصا التعادل ديالكم؟ اعتقد بانه تحت فرص كثيره ولكن ما ترجماتش لها اهداف، وهذا دائما كيبقى نفس المشكل المطروح، يعني يعني ترجمه الاهداف بسبب المهاجمين. فكنظن كيف ما قلت في السابق، فكتبقى المسؤوليه ديال المدرب انه يحاول يشتغل من اجل تصحيح هذا العقم هذا الهجومي. فرص كثيره تحتنا، الفريق اتحاد تمارا تراجع كثير للوراء، ولكن كنهني على الطريقه اللي لعب بها، على القتاليه ديالو، وكنهني بصفه خاصه الحارس رفيق خرباش اللي تالق بشكل لافت. نعم. واجهتي الفريق ديالك السابق. تمام. نعم. الحكم رفض يعني هدف مشروع كتبقى القرار والسلطه للحكم، ولكن اللي جميل جدا هو ان لاعبي النادي المكناسي لم يحتجوا نهائيا على يعني قرار الحكم، وبالتالي تابعنا المباراه وانتهت مباراه في روح رياضيه عاليه. اتمنى التوفيق لاتحاد تمارا ومسار موفق للنادي المكناسي ان شاء الله، وكذلك لكل الفرق الوطنيه. وغادي نتابعوا الان النتائج الكامله.